السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة اللي هتشوفوه حالا ده مش مجرد جيم، دي ملحمة، دي حكاية هتتحكي الأجيال. بتبدأ مع دخول فريق غريب الأطوار إلى ساحة القتال، وهنا نشاهد حسن المحارب الصامت الذي يحمل على عاتقه آمال الأمة كلها، ومعكم قائد الكتيبة المجهولة الذي سيظهر لكم كيف تأخذون المركز الثاني، ومعكم قائدة الطائرة جمالة التي ألغت المتابعة لي وذهبت مع 18A. والآن لا أعلم ما هو مصيري وسط هذه الحشود الغفيرة. أهبط وحيدا وفريقي ضائع تائه، وأنا أهبط في قلب الخطر والأعداء يحيطون بي من كل جانب. ده هبوط انتحاري، ورقم واحد بيضحك. هو في حد بيضحك في نص الهبوط؟ شكلهم رايحين للمدينة التانية. ده شكله متعود على المصايب. دي بتقول له وش رأيك عند العماير؟ يا بنت العماير دي عدت من بدري، وبعدين ده مش مكان للتنزه. لا 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 بيقول لا 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 لا، شكله عارف ان هي عايزة تغامر بيه. إلا بتقول له إلا طيب إلا عايزة تنزل يا حيوان. دي بتوصفه بالحيوان. دول مش فريق، دول أعداء من نفس الفريق. دول داخلين يهزروا. أنقذني يرحم أمك. لا، اللي كانت عايزة العماير دلوقتي أنقذني يرحم أمك. وهنا تشتعل وتبدأ الحرب الحقيقية. نعم، حرب بين الأعداء الأزلية والأبدية. إنها عصابة الغدر تقتل كل بريء وتدمر كل ما هو جميل. وهنا تظهر بارقة الأمل. قوات العدالة تتدخل وتشعل معركة طاحنة وكأنهم يقاتلون من أجل شرف السيرفر نفسه. ولكن زعيم عصابة الغدر ينفرد بالمحارب 7 ويقتله في ظل تلاحر الإخوة. هل سيتركون هذا الضجيج والتلاحر والفوضى ويتحدون معا من أجل القضاء على الكيان الغادر المغتصب؟ وهنا يظهر بطل جديد، محارب من قوات العدالة، الأمل الجديد موسى. أتى ليقول أنا هنا لأغير مجرى الحرب. هل سينتقم من المحارب 7؟ وما زال رقم واحد يكون الخطر أمامنا. يا حبيبي الخطر مش أمامك، الخطر معاك في الفريق نفسه. وهنا يظهر طيب زيرو من عصابة الغدر. يا جماعة ده مش مجرد اسم، ده إعلان عن الخطر. النوع 0 ده يعني ما عندوش أخلاق، عديم الرحمة، 0 في المشاعر، 0 في الضمير، ده مجرد آلة قتل. وهنا يظهر محارب جديد من قوات العدالة، توب 1 عروبة. توب 1 يعني الأفضل، وعروبة يعني عربي. ده ممثل عن الأمة كلها، جاي عشان ينظف وينتقم من كل اللي بيضيعوا وقت اللعبة وبيساعدوا الكيان بقصد أو من غير قصد. والآن M18 يسأر من فاين مي، ومعنى فاين مي تعال غربني إذا استطعت. وجمالة تستغيث. يا جماعة توب 1 عروبة ما بيرحمش، واضح إنه بيمهد وينظف الطريق عشان يوصل لعصابة الغدر. يا رقم 3 تعال. بينده على حسن. هنا 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 يا حمار. ده بيهين، الأعصاب اتوترت. M18 ينتقم ويقول إنها ليست مجرد ضربة، بل إعلان عن نهاية الشر وأن العدالة لا تنام أبدا. دمي لو يا رقم. M18 بيكمل الملحمة وينوج طيب زيرو زعيم الكيان اللي فاكر إنه هيكسب بقلة ضميره. awesome. يا رباه، إنها العدالة الإلهية يؤكد لنا أنها ليست بالأسلحة الثقيلة، إنه الإيمان. وعاد الكيان المغتصب يعيش في الأرض فسادا. يا 18 إيه؟ ده مش العدو، لازم نتحد ونتحالف علشان نقضي على الكيان. شكلها مفيش تحالف، ما بنتعلمش. موسى بينتقم لتوب العروبة. هنا أنا قررت أخش وأشارك في الملحمة، ومش عارف أنا داخل على إيه لأن أنا لوحدي، ومش عارف الطلقة الطايشة هتيجي منين. يا موسى حسن كويس، اللي تقضي عليهم المفروض 18A وجمالة، دول داخلين يعطلونا. أيوة كده، مش هقولك لأ، خلص على 18A، بس كنت سيب حسن. اتفرج، كاتب لها عيوني وننزل. يا حبيبي انت شايف ايه؟ انت شايف نفسك فين؟ الملحمة دي بتحصل والأبطال بيقعوا وانت لسه بتسأل وين تنزلوا؟ اهي بتقول له ضيعت العماير. واضح انهم في عالم تاني خالص، مش واخدين بالهم بأي حاجة
حصل حواليهم؟ مغيبين. هنا شميت ريحة الخطر، سمعت خطوات قدامي. أول ما شفته ضربت على طول، لكن أول ما شافني استخبى. لكن أنا مش بسيبه، لفيت من ورا البيت عشان أجيبه. الهروب ما بينفعش معايا. وهنا اللحظة الحاسمة، المواجهة الكبرى. أنا في مواجهة مباشرة مع الخصم، وفجأة يظهر من العدم M18 بينوك خصمي. لكن أنا مش بسكت. اللحظة اللي وقع فيها جسري محمد أنا فنشت. دي العدالة لحد آخر نفس. لكن أنا استسلمت ل M18 لأنه شايل مصير الأمة من البداية، فأنا مش زعلان. في اللحظة اللي كنت مفكر فيها إن قوات العدالة نظفت وسيطرت على السيرفر، في الظل عصابة الغدر بدأت مرة تانية. ده كيان لا يموت، ده مش مجرد جيم، دي حرب أزلية. كل ما تظن إن الخير انتصر تلاقي الشر بيقوم تاني. قصة لن تنتهي وملحمة هتفضل مستمرة في كل جيم. يا جماعة أنا مش مصدق اللي بيحصل في نفس اللحظة. حسن في مكان تاني خالص وما بيضيعش وقت، وزميلي بيفايت. أنا سمعت صوت حسن بيركب الأوبتيموس برايم ويفاجئ طيب زيرو عديم الرحمة. في نفس اللحظة أنا وقعت الخصم اللي قدامي وطلع مين؟ توب 1 عروبة. Awesome. حسن يفنش طيب زيرو ويقول أنا موجود علشان أقضي على الشر كله. أنا ما كنتش متخيل إن هو يطلع توب 1 عروبة. لو كنت عارف ما كنتش فنشته، كنت خليته يصحي نفسه وسبته يمشي. وهنا يظهر المحارب 7 مرة أخرى، عاد لينتقم ويكمل ما بدأه. وحسن كأنه آلة حرب لا تتوقف. يا جماعة في عز ما كنا بنقول حسن أسطورة الأوبتيموس، مين كان يصدق إن توست صغير هو اللي يخلص على بطل الملحمة؟ وفي وسط كل الفوضى دي قررت إن أنا أروح أصحي حسن بنفسي. بطلنا حسن أنا قررت مش هسيبه لوحده، لازم أصحيه ونكمل الملحمة. لكن القدر كان له رأي تاني. فجأة A18 اللي كان بيشتم حسن من شوية يجيب العربية ويروح يصحيه، يشتمك وبعدين ينقذك. شخصية درامية معقدة. أنا رايح أصحيه وهو سبقني. I'm recalling a teammate. Thanks. الكيان مش راحم حد. Watch out. يقضي على الأخوة. الأبطال بيقعوا والأشرار بيرجعوا أقوى. واضح إن طيب زيرو ده جاي علشان يمسح كل أثر لقوات العدالة من على الخريطة. Watch out. يا جماعة مش مصدق، طيب زيرو جاي ينتقم من الكل. بعد ما فنش موسى وتوب 1 عروبة وقع بطلنا M18. طيب زيرو ده كابوس يا جماعة، كابوس. امتى هنفوق منه؟ وهنا يظهر البطل المنتظر المحارب الشجاع 7. إنه يقضي على زعيم الكيان، عاد من الموت لينتقم ويأخذ بالثأر. يا جدعان مين اللي ظهرت دي؟ جمانة اللي كانت بتسأل على العماير من شوية. يا رباه إنها العدالة الإلهية. المحارب الشجاع 7 يقضي على الكيان ويمحو أثره هو وجمانة. نعم جمانة هي اللي تواجه طيب زيرو وتوقعه وتفنشه. طيب زيرو كابوس الكل، نهايته كانت على إيد جمانة. هي دي بقى العدالة الكوميدية. يا جماعة كل اللي حصل ده كان تمهيد للانتصار العظيم. الأبطال ينهون الحرب ويقضون على الأشرار. وفي اللحظة اللي كلنا فرحانين بيها بنهاية الكيان، المحارب 7 بيقوم بمهمة تنظيف البيت ويعمل اللي عليه وزيادة. A18 اللي عامل نفسه قائد وبيشتم حسن، المحارب 7 بيوريه العين الحمراء وراح قالب على جمانة اللي كانت بتسأل على العماير وبيخلص عليها هي كمان. المحارب 7 بيثبت انه مش بس بيقضي على الاشرار، ده كمان بيخلص على اللي ملهمش لازمة وجايين يضيعوا الوقت. وبعد كل الملاحم والتقلبات والخيانات وصلنا للنهاية الكبرى. المواجهة الأخيرة كانت الأجمل. المحارب 7 وM18 جايين بأوبتيموس علشان يخلصوا علينا، لكن أنا ما استسلمتش. في لحظة حاسمة سخنت النيد ومستني أشوف هيقفوا فين.
لكن في توقيت عبقري جدا اوقع ام 18 وهو طالع من على السلم. لكن 7 محارب غير عادي بيحرقني بالمولوتوف، لكن انا مش زعلان، بالعكس انا مبسوط جدا، لان اللي وقعني هو 7 اللي خلص على الكيان، وده مش مجرد موت، ده شرف، ملحمة تاريخية لن تنسى.